مليار 15 مليار. ده كلام بتاع صادر من الحكومة الماليزية. منو قال في الحكومة الماليزية في تقرير أشارت لأنه الاستثمار بتاع السودانيين في ماليزيا 15 مليار. دي ما قروش الشعب السوداني اللي اتنهبت. تقرير صادر منين؟ بس نوثقه. تقرير صادر من الحكومة الماليزية أشارت إنه السودان من الدول المستثمرة في العام الماضي بإجمالي 15 مليون. 15 تقرير مصدر الحكومة نشر وين؟ نشرته الحكومة الماليزية وصدر في العديد من المؤسسات، واعتمدت عليه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد في تقريره الأخير، وكذلك المنظمة العربية لمكافحة الفساد. ودي كلها منظمات يعني أهلية ما حكومية. أنا دار أقول إنه صحيح معايير قياس الفساد ما سهل، لكن السودانيين بيعرفوا الجبع شنطة حديد والجبع عراقي مقدود قبال الإنغاز. الليلة بيمتلكوا العمارات والفارهات من العربات والنساء المسلح وثلاثة ورباع، وساكنين في كافوري، وبيقروا أولادهم برا السودان وبيتعالجوا برا السودان. عشان كده خط الفقر وصل إلى أكثر من 90% من الشعب السوداني الآن يعيش الفاقة نتيجة فساد العناصر المرتبطة بالنظام. ده الفساد اللي أصبح عنده انعكاسات مش على الواقع الاقتصادي والاجتماعي فقط، حتى على الواقع الأخلاقي. الآن انتشرت الجريمة وانتشر الاغتصاب. يعني أضرب مثل لو سمحت لي. يطرأ دائما في ذهني سؤال. 25 سنة يعني ما لقيتوا يا أهل المسيرة القاصدة شخص واحد فاسد يقدم من خلال قانون السراء الحرام للمحاسبة. 25 سنة. دي الملائكة وديهم عشرات. دي الملائكة عليك الله يجيب ناس الإدارة واسأله. لا هو ليه ما بيقدر؟ انت عايز نجوم. لا عايز يجيب لك وزير ولا مسؤول كبير عشان تستغل استغلال سياسي. لأنه الفاسدين الكبار، لأنه دي الموظفين بيأكلوا من فتات موائد الكبار. الفساد فوق، الفساد ما تحت. الكبار. الفساد لا يحتاج. الناس البانين العمارات في الكافوري وعمارات زي العمارات بتاعت التسعة كويس. المجمع. انا ما بعرف عن انا لا اعرف عن انا لا اعرف انا لا اعرف عنك. انا لا اعرف انا لا اعرف لا اعرف عنك حاجه. واحد يقولها على الهواء ولا علنا خارج الاسافير عشان نقود للمحاكم. ما بتهدد الناس حسب الداخل. لو كتبت هنا ما بتهدد عليك الله جرب شوف عدد يا دكتور امين. يا دكتور امين ما بتهدد الناس بانه حتقدم الناس الفساد اذا ما في بين له ريحته اصبحت تسكن انوف المواطنين. ما خرافات. الخرافات من تعيش هي انت. هذه الخرافات هي التي يعيشها منسوب النظام الفاسدين الذين سرقوا قوت الشعب، الذين اقتلوا. هديك الفرصه تخطب. لا ما انت ما قاعد الفرصه. لا ما جاكسون موقف الشرفاء. عندما تحدثنا في جاكسون انتزعنا حقنا في التعبير عن نفسنا، والان ننتزع حقنا في التعبير عن نفسنا. وهذه الحريه ما ادانا بها النظام. حقنا قلعناه بنضالاتنا الزمن ده زمن قلعناه بنضالنا وبدماء شهدائنا. ده حقنا في السودان. السودان ده ما حق المؤتمر الوطني. تهد بسألك سؤال ممكن؟ طيب في ظل الحديث عن اتهامات بالجملة يصبح مثل الكلام اللي بيقوله دكتور أمين منطقي. يعني هو في مقابل انه ما في شواهد انه اتهم الناس جزافا بلا دليل بلا منطق بلا بينات. كيف نقدر نوازن؟ يا أخي سيدنا عمر عزل والي الكوفة الزبير بن العوام سادس من دخل الإسلام وأحد البدريين وخال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المبشرين بالجنة، عزلوا من الكوفة درءا للشبهات. يعني عندكم انتم زبير بن العوام موجود هنا، ده اكثر من يعني ديل الصحابه الموجودين ولا ملائكه. لا بد من انه يكون في فساد. انا لا اتهم اي شخص. لا اتهم. انا لا اتهم شخص. خليك من حزب البعث. دكتور امين خلينا البحث. حزب البعث ده انت ما بتقدر عليه يا دكتور. خليك في حتتك اللي انت موجود فيها عندة الفساد والاستبداد. انت موجود في ارجع لقضيتك يا اخي. ارجع لقضيتك. انت موجود في حزب الفساد والاستبداد. انا في حزب الشرفاء لانه انتمي الى الشعب السوداني. ارجع لمبارك. نعم.
يعني 25 سنه يعني. طيب ما لقوا زول فيه شبهه عشان يبعدوه من السلطه. كلام منطقي. طيب في سؤال ثاني يا استاذ، الجماعه الاثنين الدارين يضحوا بهم الان بتاع مكتب الوالي اتفقوا معاهم بنص قانون الثراء الحرام للتحلل، ويتحللوا الجماعه عشان يفرتكوا. بعد ما تم المساله دي اخلاقيا وقانونيا هل يمكن بعد ما دفعوا القروش انهم يعادوا الى السجن؟ هل يمكن انت زول قانوني سأجيبك عليه. هل من الممكن ان يتم محاكمه شخص واحد، محاكمه شخص في جريمه واحده في جريمه واحده بقضيتين؟ ده كله لانه حصلت ضغوط ذات طابع سياسي ادت الى انه يضحوا بمثل هؤلاء الموظفين الصحافه. كلام واضح. نعم انه الكبار لا زالوا يمارسوا الفساد والانحلال. استاذ الفاضل، يمكن ان يؤثر هذا اذا اقريت بان هذا الكلام موجود يا استاذ محمد ضياء الدين الى منهج الحكومه في التعامل، فتقع تحت ضغط التحرج من كسب المعارضه في هذه القضيه. والله انا افتكر انه موضوع الفساد ده هو موضوع عام، يفترض انه الناس تقابله بحسم واضح وصريح وبشفافيه، والفساد ما